كلنا كخدام في مدارس الأحد بنواجه نفس التحدي، تحدي كبير فعلا. إزاي نقدر نوصل كلمة ربنا لجيل اتولد وهو حرفياً فتح عينيه على شاشة موبايل؟ جيل بيفكر وبيتعلم بطريقة مختلفة تماماً عن جيلنا. النهاردة هنستكشف مع بعض أسلوب ممكن يكون هو ده المفتاح اللي بندور عليه، التعلم المصغر. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلاً بيكم في المنيو. هنا بنساعدكم تختاروا تتعلموا إيه وسط بحر الكورسات والمواقع اللي عليه الإنترنت. وهو ده السؤال الأساسي. الموضوع مش مجرد إننا نغير شكل الأنشطة اللي بنعملها، لأ، ده تغيير في فهمنا إحنا لطريقة استيعاب العقول دي للمعلومة. هل ممكن نستخدم نفس اللغة بتاعت عالمهم الرقمي عشان نزرع جواهم حقائق أبدية؟ خلونا نشوف. رحلتنا النهاردة متقسمة ل4 محطات أساسية. الأول هنفهم مين هم أصلاً جيل ألفا دول، وإيه هو بالظبط التعلم المصغر. بعد كده هنشوف ليه الأسلوب ده بينجح من الناحية العلمية، والأهم طبعاً هنسأل هل الأسلوب ده له جذور في الكتاب المقدس؟ وفي الآخر هنوصل للجزء العملي. تمام، يلا بينا نبدأ بالأساسيات. قبل ما نتكلم عن الحل لازم نفهم كويس قوي طبيعة الجيل اللي بنتعامل معاه، ونعرف بالظبط إيه هي الأداة اللي بنتكلم عنها دي. بصوا، الأجيال اللي قبل كده ممكن نسميهم مواطنين رقميين. ليه؟ لأنهم اتعلموا يستخدموا التكنولوجيا. لكن جيل ألفا مواليد 2010 لحد 2025 دول بقى قصة تانية خالص. دول المواطنون الرقميون الحقيقيون. هم مش اتولدوا في عالم فيه تكنولوجيا، هم اتولدوا جوه عالم التكنولوجيا. يعني الشاشة بالنسبة لهم مش أداة، دي جزء طبيعي من البيئة اللي حواليهم، زي الهواء والمية بالظبط. طيب إيه هو بقى التعلم المصغر ده؟ ببساطة شديدة هو إننا نقدم المعلومة في شكل لقيمات صغيرة ومركزة. يعني بدل درس طويل مدته 45 دقيقة، لا، إحنا بنقسمه لوحدات صغيرة جدا، كل واحدة ممكن تبقى من دقيقة ل5 دقايق بس، وبتركز على هدف واحد ومحدد. الفكرة كلها هي إننا نقلل الضغط على الذاكرة، أو اللي بيسموه علميا الحمل المعرفي. جميل، عرفنا مين هو الجيل ده وعرفنا الأسلوب. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل دي مجرد موضة كده وخلاص، ولا الموضوع له أساس علمي حقيقي؟ في الجزء ده هنشوف ليه عقول جيل ألفا متبرمجة بطريقة تخلي التعلم المصغر فعال جدا معاها. الأساس العلمي الأول هو حاجة اسمها نظرية الحمل المعرفي. تخيلوا معايا كده إن الذاكرة قصيرة المدى بتاعتنا عاملة زي طبق صغير، لو حاولنا نحط فيه أكل كتير قوي مرة واحدة الأكل هيقع. جيل ألفا عايش في عالم بيصب معلومات في الطبق ده طول الوقت ومن كل حتة. والنقطة التانية دي بقى صادمة جدا، ده اسمه منحنى النسيان. عالم نفس زمان اسمه إيبنغهاوز أثبت إننا بننسى حوالي 50% من اللي اتعلمناه في درس طويل بعد يوم واحد بس. تخيلوا، نص المعلومة طارت، وبعد أسبوع ممكن ما نفتكرش غير 20%. دي حقيقة علمية تعتبر كابوس لأي معلم أو خادم. وهنا بقى بيجي دور التعلم المصغر كحل للمشكلة دي. لما بنقدم المعلومة في جرعات صغيرة ونرجع نكررها على فترات متباعدة، احنا بنحارب منحنى النسيان ده. كل مرة بنفكرهم ببذرة الحق الصغيرة اللي زرعناها، الجذور بتاعتها بتتعمق أكتر وأكتر في الذاكرة طويلة المدى. إذن ممكن نلخص الأسباب العلمية. أولاً، هو بيحترم حدود الذاكرة. ثانياً، بيحارب النسيان بالتكرار. وثالثاً، ودي نقطة خطيرة جداً، إنه بيحاكي نظام المكافأة في عقولنا بالظبط زي ما بيحصل مع تطبيقات زي تيك توك. كل وحدة تعليمية صغيرة تعتبر إنجاز سريع، وده بيخلق شعور إيجابي ويخليهم عايزين يتعلموا أكتر. طيب، هل كل الكلام العلمي الحديث ده مجرد تقليد لأساليب العالم؟ هل الرب استخدم التعلم المصغر؟ فكروا كده في سفر الأمثال، هو عبارة عن إيه؟ آيات صغيرة مركزة وسهلة الحفظ. كل آية هي كبسولة حكمة. دي وحدات مايكرو بتحمل حقائق لاهوتية وأخلاقية عميقة جدا. ده هو جوهر التعلم المصغر. ومش بس في العهد القديم، ده معلمنا الأعظم السيد المسيح نفسه كان بيستخدم الأمثال. قصة صغيرة زي الزارع أو السامري الصالح دي كانت كبسولة تعليمية، قصة بسيطة في شكلها لكنها شايلة جواها أعمق أسرار ملكوت السماوات. والوصية العظيمة دي في سفر التثنية بتوضح الفلسفة كلها. وقصها على أولادك حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق. ربنا ما قالش اعمل لهم درس طويل كل يوم سبت، لا، قال قصها أو كررها في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية. التعليم الكتابي الأصيل هو تعليم مستمر مدمج في الحياة، عبارة عن وحدات صغيرة ومتكررة طول اليوم. لكن هنا لازم نكون حكماء. الكتاب المقدس بيعلمنا عن التدرج، في لبن للمبتدئين وفي طعام قوي للناضجين. التعلم المصغر هو اللبن، هو ممتاز جدا كبداية كمدخل عشان نجذب الانتباه ونأسس المبادئ الأولية، لكنه أبدا مش كفاية لوحده، لازم يكون بوابة توصل للطعام القوي. وده بيوصلنا للسؤال الأخلاقي الخطير. الانتباه في الزمن اللي احنا فيه ده بقت عملة نادرة.
كلمة تأمل في المزامير معناها تركيز وهدوء ووقت. فيا ترى باستخدامنا لأساليب سريعة زي دي، هل إحنا بنساعدهم على التأمل في كلمة الله، ولا ممكن نكون من غير ما نقصد بنعودهم على التشتت أكتر ونخليهم غير قادرين على التركيز في الصلاة أو قراءة إصحاح كامل؟ السؤال اللي فات ده هو اللي بيخلينا ندخل على الجزء الأخير والأهم، التطبيق العملي. أكبر نقد أكاديمي للتعلم المصغر إنه ممكن يفتت المعرفة. يعني الطفل ممكن يعرف معلومة زي يسوع مات علشاني، لكن ما يعرفش يربطها بالصورة الكبيرة. قصة الفداء ممكن يعرف ماذا، لكن ما يعرفش لماذا وكيف. والحل في المنهج الهجين اللي بيمزج بين الاتنين. شوفوا المثال ده. نبدأ بالسنارة المصغرة. ممكن تكون فيديو صغير مدته دقيقة بيشرح معنى عقيدة زي التبرير، أو آية واحدة مع صورة مؤثرة بنبعتها على جروب الواتساب. دي الخطوة الأولى، لكن الأهم طبعاً ما نقفش هنا. الخطوة التانية هي الممارسة الأعمق. كده يبقى استخدمنا الصغير عشان نوصل للكبير. والمثل ده بيلخص الفلسفة كلها بشكل رائع. لا نستبدل المائدة الدسمة بالوجبات السريعة، بل نستخدم الوجبات الصغيرة كمقبلات للوليمة. إحنا مش بنلغي المائدة الدسمة بتاعة درس الكتاب العميق ونستبدلها بالسندوتشات سريعة، لا، إحنا بنستخدم الوجبات الصغيرة دي كمقبلات تفتح شهيتهم وتغذيهم لحد ما يجي ميعاد الوليمة الكبيرة. وفي النهاية السؤال ده موجه لكل خادم وخادمة بيسمعونا دلوقتي. بعد كل اللي شفناه وسمعناه، إيه هي البذرة الصغيرة المركزة اللي ممكن نزرعها الأسبوع ده في فصولنا؟ ممكن تكون آية واحدة كتحدي الأسبوع، أو سؤال واحد عميق، أو قصة صغيرة مدتها دقيقتين. المهم إننا نبدأ نزرع البذور الصغيرة دي، ونثق إن الروح القدس قادر ينميها ويثمر بيها المجد اسمه. لو منيو النهاردة أفادكم، ياريت ترسلوه لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.